سمعت قبل كده حد يقولك أنت أناني لمجرد إنك قررت تهتم بنفسك شوية؟ المشكلة إننا خلطنا بين حب النفس اللي هو حاجة صحية ومطلوبة وبين الأنانية اللي هي صفة مذمومة. طيب إيه الفرق؟ وليه الدين نفسه بيأمرنا إننا نحب نفسنا بس ينهانا عن الأنانية؟ أول حاجة لازم نفهمها إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بغريزة حب ذاته وحفظ حياته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، يعني إن الاهتمام بنفسك، صحتك، راحتك، وقتك، ده عبادة مش أنانية. يعني مثلا لو فضلت تسهر وتضغط نفسك وتضيع صحتك بحجة إنك تضحي عشان غيرك، أنت كده بتظلم نفسك، وده ضد منهج الإسلام. طيب فين الخط الفاصل بين حب النفس والأنانية؟ الأنانية معناها إن كل حاجة تتمحور حوالين أنا، حتى لو غيري يتأذى. إنما حب النفس الصحي معناه إنك تدي لنفسك قيمة من غير ما تسلب قيمة غيرك. وفي الأدب العربي في حكمة مشهورة بتقول: من لم ينتفع بنفسه لم ينتفع به غيره. الفكرة هنا إزاي هتنفع الناس وتخدمهم لو أنت أصلا محطم من جوه؟ الإسلام بيوازن بين الاتنين: حب نفسك لكن كمان حب الخير لغيرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظ الحديث مش بيقول ما تحبش نفسك، بالعكس بيقول حب نفسك بس وسع الدايرة ووزع الحب ده على غيرك كمان. علم النفس دلوقتي بيأكد إن حب الذات الصحي سيلف لاف هو أساس الصحة النفسية. والدكتور إريك فروم في كتابه فن الحب بيقول: حب النفس ليس أنانية، بل هو احترام لذاتيتي وقدرتي على العطاء. يعني حتى العلم بيأكد نفس اللي الدين قاله: لازم تبدأ بنفسك عشان تقدر تكمل مع الناس. الخلاصة: حب النفس مش أنانية، حب النفس قوة. الأنانية إنك تحب نفسك بس وتنسى غيرك، لكن حب النفس الصحي إنك تعطي لنفسك قيمة عشان تقدر تعطي قيمة للي حواليك. زي ما ربنا قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اهتم بنفسك، احترمها، حبها، بس ما تخليش حبك لنفسك يقفل بابك عن الناس. ساعتها هتلاقي انك مش بس بتحب نفسك، انت كمان بتخلي غيرك يحب وجودك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.